مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تطور خدمات مستشفى حليبة المرجعي. العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة تحقق نتائج مرضية في عدقية. جهود للدفع بالعمل المشترك في إدارة مديرية كرن. تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى وأمريكا تندد. بوتين يقول إن روسيا لا تخطط لمهاجمة الناتو. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن المدير الطبي لمستشفى حليبة المرجعي في أسمرة الدكتور لول بانديرغا أن تجهيز المستشفى بالمعدات الحديثة والقدرات البشرية المؤهلة يسهم في كفاءة وجودة الخدمات. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية أن المستشفى يتكون من قسمين رئيسيين، هما قسم الجراحة العامة وقسم الأمراض الباطنية، ويقدم خدمات طب العظام والعضلات والحروق والأسنان والفك والجلد والعلاج الطبيعي والأمراض المعدية وغير المعدية. وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية ما بين 400 و 450 مريض يوميا، مضيفا بأنه تم تقديم الخدمات الصحية في الأشهر العشر الأولى من عام 2023 لأكثر من 8,000 شخص بالرقاد ولأكثر من 94 ألفا بالمراجعة. وفيما يتعلق بالخدمات الجراحية، قال الدكتور لول إن 4769 مريضا خضعوا لعمليات جراحية كبرى وصغرى، منهم 248 مصابا بالحروق و60 جراحة عظام و20 جراحة عمود فقري. وذكر إن إدخال خدمات غسيل الكلى والعلاج بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ورعاية الحالات الطارئة وتجهيز مركز العلاج الطبيعي الحالي بمعدات جديدة وحديثة وتوسيع وحدات الطوارئ هي من خطط العمل الرئيسية لعام 2024. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية بمستشفى حليبة السيد دبساي حي لهم حل نواقص خطوط المياه والكهرباء في المستشفى وصيانة العنابر ودورات المياه. حققت جهود تعزيز العلاقة الثلاثية بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب نتائج مرضية في العملية التعليمية في عدقية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد يوم 10 من ديسمبر بين طلاب ومعلمي مدرسة قحيت المتوسطة مع أولياء أمور ضواحي هدامو وحشكله وحينبة وعنبور وتخندع ومالوية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ كبرآب كداني أن التحسن في تحصيل الطلاب من سنة إلى أخرى هو ثمرة هذه العلاقة المتنامية وسيتم العمل عليها بجدية في المستقبل. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة والطلبة المتفوقين الثلاثة في العام الدراسي 2022-2023. افتتحت مدرسة قحيت المتوسطة عام 2012 وتستقبل حاليا أكثر من 1400 طالب. أعلنت إدارة مديرية كرن في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 14 أنها تدفع للتعاون مع الشركاء وخاصة المجلس الاستشاري لمدينة كرن. وأفاد التقرير المقدم بأن نسبة مشاركة الطالبات في المرحلة الثانوية ارتفعت إلى 54%، وارتفاع المشاركة في رياض الأطفال. وحول الأنشطة الزراعية، ذكر التقرير نمو في منتجات الخضروات والفواكه وتنظيم دورات تدريبية في استخدام المبيدات وإعداد السماد الطبيعي وتنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأشار إلى ازدياد بناء المنازل بطريقة غير قانونية وحل مصاعب إدخال خطوط مياه الشرب وتسجيل نتائج مرضية في المجال الصحي وإصحاح البيئة. وطالب الاجتماع للقيام بإحصاء السكان وتقوية مراقبة تشييد المباني غير القانونية وإخراج المواشي من المدينة وتعزيز الاتفاقات القانونية بين المؤجر والمستأجر وإيجاد حل عاجل لآفة الحشد الزراعي. وأشار مدير مدينة كرن السيد رزنير أيا إلى أهمية التقييم في البرامج وتنفيذها، موضحا الدفع بعملية التحصيل الضريبي السنة القادمة.
نظم مكتب التعليم في مديرية ماي عيني دورة تدريبية يومي 9 و10 من ديسمبر الجاري للمعلمين والمشرفين التربويين لمرحلة ما قبل التعليم النظامي. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ طعامي فتوي أن التدريب ركز على الجهود المبذولة لضمان حصول الأطفال على المؤهلات التي ينبغي أن يحصلوا عليها في مرحلة ما قبل الدراسة. وقدمت مسؤولة متابعة رياض الأطفال في الإقليم الجنوبي الأستاذة قدي تسفاي والمشرف التربوي ألفا عقبة جابر اللذان أشرفا على التدريب قدما شرحا حول أهمية مرحلة ما قبل التعليم النظامي وخطط إدارة الفصول الدراسية ومحتوى المنهج وتنظيم التعليم ومراقبة تقدم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 و5 سنوات. وأشار المتدربون إلى أهمية التدريب وحثوا على أن يركز المحتوى المقدم في مرحلة ما قبل المدرسة على الثقافة والقيم وأن يسترشد بالمناهج الوطنية. قدم عمال المؤسسات الحكومية والتجار في مديرية فورتو ساوا في مبادرة مشتركة دعما ماليا لأسر الشهداء الأطفال المحتاجين الذين لا راعي لهم. وأفادت إدارة المديرية بأن عمال المؤسسات الحكومية قدموا 39 ألف نقفة والتجار 21 ألف نقفة ووزعت ل20 أسرة شهيد والأطفال. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. فيما دخلت الحرب في غزة يومها 73 يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على أنحاء متفرقة من القطاع. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة في القطاع إن القصف الإسرائيلي على جباليا أدى إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وأن هناك 100 قتيل آخرين ما زالوا تحت الأنقاض. وقالت الوكالة إن القصف طال أيضا بالأخص مدينة خان يونس. وتتزايد الأزمة الإنسانية حدة في قطاع غزة حيث نزح 1.9 مليون شخص أي نحو 85% من إجمالي عدد السكان وفق أرقام الأمم المتحدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده في أثناء أعمال القتال ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب هناك حسب الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية إلى 126. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في بلدة يعرة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف على جانبي الحدود بين البلدين. قالت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي بعيد المدى في ثاني عملية إطلاق في أقل من 12 ساعة. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وقطع نحو 1000 كيلومتر. وقال مسؤول بالحكومة اليابانية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية هو صاروخ عابر للقارات يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة وفقا لرويترز. وأضاف المسؤول أن الصاروخ حلق لمدة 73 دقيقة تقريبا وسقط في البحر قرب هوكايدو غربي هوكايدو. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين حكوميين أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع يزيد على 6000 كيلومتر. وفي واشنطن نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو إذا انتصرت في الحرب في أوكرانيا ووصفها بأنها محض هراء وتعهد بأن يجعل من بلاده قوة سيادية. وأضاف بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي أن بلاده ليس لديها مصلحة ولا اهتمام جيوسياسي أو اقتصادي أو سياسي أو عسكري في دخول حرب مع دول الناتو مشيرا إلى أن بايدن يعرف ذلك ويحاول تبرير سياسته الخاطئة تجاه روسيا.
وقال بوتين إن انضمام فنلندا إلى الناتو في إبريل القادم سيجبر روسيا على تركيز وحدات عسكرية معينة في شمال روسيا بالقرب من حدودها. وقد وصف بوتين مرارا وتكرارا توسع الناتو في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بأنه دليلا على الطريقة المتعجرفة التي ينتهجها الغرب في التعامل مع المخاوف الأمنية الروسية. أفاد رئيس بلدية مدينة باهيا بلانكا في الأرجنتين بوفاة 13 شخصا على الأقل جراء عاصفة كهربائية شديدة ضربت ساحل الدولة على المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق أعلن رئيس البلدية فيدريكو سوبيليسيس عن هذا الحادث الأليم وتداول مقاطع فيديو تكشف عن حجم الكارثة الناجمة عن العاصفة. من جهته أصدر مكتب الرئيس خافير مايلي بيانا أعرب فيه عن تعازيه لأسر الضحايا ونصح السكان بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة بسبب هبوب رياح مدمرة تفوق سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، داعيا إياهم إلى البقاء في منازلهم. وتقع المدينة بالقرب من الطرف الجنوبي لمقاطعة بيونس آيرس، وهي إحدى أكبر مناطق إنتاج الحبوب في الأرجنتين. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. تطور خدمات مستشفى حليبة المرجعي. العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة تحقق نتائج مرضية في عد قيح. جهود للدفع بالعمل المشترك في إدارة مديرية كرن. تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى وأمريكا تندد. بوتين يقول إن روسيا لا تخطط لمهاجمة الناتو. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.